بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رثاء في شهيد بكلماتي وبقلمي، رثاء في أعز الناس أبي الحبيب الذي اختطفه الموت بتاريخ 27/10/2016 أثناء هجوم سيل مخيف ومهول على مدينتي برأس غارب في محافظة البحر الأحمر بتاريخ 27/10/2016. أبي الحبيب الذي رحل غريقا شهيدا بإذن الله، كتبت فيه: أبي الحبيب، بحثت في بحور الكلمات فلم أجد فيها ما يملأ شغفي كي أرثيك به، فاخترت أن أكتب كلمات رثائك بنفسي، فلن يشعر بالنار إلا من اكتوى بها، وها هو أحب الشهور إلى قلبك يدق أبوابنا، سيأتي وسيمضي دون أن نشعر به بدونك، فقد كنت دائما وأبدا عطر هذا الشهر الكريم وفاكهته. رحلت عنا جسدا، ولكن ستظل ذكراك العطرة محفورة في قلوب أحبائك مهما مر على فراقك من الأيام والسنين. إلى روحك الطاهرة يا خالدا في قلبي مدى الدهر أهديك أبياتي التي كتبتها بماء العيون. أيا من فارقت دنيانا على غفلة منا، قد ضاعت في غيابات رحيلك أحزاني، أرى طيفك فأموت ألما وكمدا، فأسأل صبرا ممن بفراقك رماني، اشتاقت نفسي لرؤياك فرفقا بمعذب، من بعد حضنك الحاني شوك ملا أحضاني، أناجي خيالك الغائب الحاضر دوما، حتى طال سهري وأجهدني وأعياني. أيا راحلا عنا تمهل، فالحنين أخاذ والقلب موجوع، ودمع العين قد فاض بعد كتماني. كيف وأين السبيل لوصلك إلا بالموت، ومن يخبرك أيها الموت عن عنواني. أذلوا الستار الآن على الشهيد فقد رحل إلى غفور رحيم وجنة ذوات أفنان. أبشر يا شهيد السيل، أبشر برحمة وغفران وجنة ملئت بروح وريحان. قد قال رب العزة في علاه: افتحوا أبواب جنة الخلد للغرقان. قد اصطفيت عبدي بعد أن أتاني حاجا، فاخترته طاهرا خاليا من الآثام. لا يزال القلب منشطر والجرح غائر، ورمضان أقبل والحزن ينهش وجداني. أدعوك ربي أن تنر قبر الشهيد بنور منك، وألهمنا صبرا ينسينا حزنا أضنى أهلي وأحبتي وأضناني. في رحاب الله يا أعز الناس نلقاك، مع المصطفى عليه رضوان الله في أعلى الجنان. رحم الله أبي الشهيد وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورحم الله آباء كل من رحلوا وبارك في الأحياء.